المتابعين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض السينابون. هنعمله يعني بطريقة جديدة او فيها تركة جميلة جدا. هتدوب العجينة معانا وتخليها هشة قطنية جميلة. ده حضراتكم معايا كده نص كيلو دقيق. طبعا اخدته معايا ومع ذرة ملح، مع كام معلقة سكر تبع التحلية يعني زي ما بتحبيه. كمان معايا معلقتين خميرة صغيرين، معلقة الشاي، لان ده نص كيلو دقيق فقط. وقطعة من الزبدة، وكمان معايا عدد 2 بيضة. حطيت عليهم طبعا معلقة فانيليا عشان زفارة البيض. وهنا هعجن بلبن. اللبن عادي يعني مش سخن ولا حاجة، يعني بدرجة حرارة الغرفة. وكمان هياخدوا معايا وقت عجن كويس جدا جدا، لحد ما كل العجينة تبقى طرية وملساء وجميلة وناعمة بالشكل ده. يعني تقريبا اخدت معايا عجن ربع ساعة وانتهت معايا بالقوام ده. وهنا بقى معايا زبدة، ومعايا يعني قطعة زبدة كده زي ما شايفين حضراتكم، وكمان معايا معلقتين كبيرة دقيق على النار كده. طبعا لغاية ما يبدأ ياخد لون اصفر الدقيق مع الزبدة، يبدأ يحمر يعني، بس قبل ما يحمر بشوية هكب عليه شوية لبن صغننين برضو بحيث تكون معايا عجينة جميلة. وهي دي التركة او هي دي النقطة اللي هتخلي معايا السينابون طري وقطني وهش وجميل جدا. كده استوى على النار، هاخدهم على العجينة بتاعتي وابدأ اقلبهم طبعا لغاية ما يتجانسوا مع قوام العجينة اللي سبق قبل كده وانا عملتها. طبعا خلصت عجنه وسبتها استريحت 10 دقايق، وكان لازم اغطيها بفوطة عشان وشها ما ينشفش. وبدأت افرد العجينة على شوية دقيق. اخدت معايا معلقتين 3 دقيق كده، فرشتهم وحطيت العجينة. وهنا بقى ده اللي هو الصوص او الخليط اللي انا هحشي بيه السينابون. عبارة عن دي زبدة مع شوية سكر، برضو السكر براحتك تبع التحلية، وكمان معاهم معلقة قرفة كبيرة بالشكل ده. طبعا كلهم كده قلبتهم مع بعض وركنتهم على جنب لحين ما يجي وقتهم. وهنا العجينة استريحت، بدأت هفردها طبعا يعني بسمك نص سنتي تقريبا ارتفاع، واخدتها طولي كده عشان انا لما هخلص من فردها هبدأ احشيها، هتبقى معايا رول كبير او رول يعني ايه واخد الشكل اللي هو الطولي اكتر. طبعا انا كده فرشت العجينة بالشكل ده وحطيت عليها القرفة بالزبدة بالسكر، وبدأت ألفها رول بالشكل اللي قدام حضراتكم كده. طبعا انا خلاص كده انتهيت من تشكيل العجينة ولفها. كده هبدأ اخدها قطع متساوية كلهم قد بعض عشان يبقى شكلهم في الفينش الاخير يبقى شكل جميل ومتناسق. طبعا خدتهم واحدة واحدة كده، وبدأت ما بين كل واحدة مقاس طبعا اقطع الشكل كده بالشكل ده لغاية ما انا انتهيت من كل العجينة اللي انا شكلتها. وبكده هكون انتهيت من كل تشكيل العجينة. طبعا دهنت صينية عندي كويسة وحطيتهم وسبتهم طبعا وقت ما بين ربع ساعة على اساس العجينة تبدأ تعلى معايا، وبالفعل عليت. ودخلتها الفرن وخرجت معايا بقت بالشكل الجميل ده بعد ما استوت.
طبعا جميلة جدا، ناعمة جدا، دايبة وتمام بالشكل ده حضراتكم. طبعا بعد ما بردت استنيت لها شوية، طبعا بردت، خدتها على سيرفيس وحطيتها معايا كده. وكان عندي شوكولاتة ابيض سيحتها، وعندي صوص الشوكولاتة البني. احنا ممكن يعني نسيبها كده للي حابب عادي، هي جميلة كده يعني، كده مش وحشة ولا حاجة، طعمها حلو. بس الصوصات دي او الشوكولاتة السايحة دي برضو مع الاطفال بتبقى لها مذاق تاني وبيحبوها طبعا. فكده طبعا الشوكولاتة البيضة وده عليها صوص شوكولاتة بني بالشكل ده. وطبعا دخلت التلاجة يعني ما بين 10 دقايق او كده بحيث جمدت.